السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد العزيز من مدونة المحترف دي زاد. اليوم إخواني الكرام سوف أريكم كيفية كيفية ترجمة الأفلام إلى اللغة العربية. إخواني، عند اختيار الفيلم الذي تريدون ترجمته، نذهب إلى إحدى المواقع، والذي يسمى ننتظر قليلا. نكتب في جوجل شيب سكين هكذا، وندخل في الموقع الذي سوف أضعه على كل حال أسفل الفيديو. ندخل إلى هذا الموقع، ثم إخواني آه، نذهب إلى الفيلم الذي تريد ترجمته. نضغط على رونومي، ثم نعمل كوبي لاسم الفيلم، ثم نذهب إلى موقع الترجمة. هنا إخواني سوف نضغط كولي. إخواني الكرام، ملاحظة فقط: إذا كان عندكم خطوط مثل هذه أرجو منكم أن تنزعوها، لأنها تؤثر على محتوى البحث. هكذا سوف أنزع هذه الخطوط هكذا، ثم نضغط subtitle هكذا. إخواني، ننتظر قليلا، ثم يظهر لنا هنا مجموعة من الترجمات. هناك بالإنجليزية، وهناك بالفرنسية، وأيضا إسبانية. نحن نبحث عن ترجمة باللغة العربية. هنا نلاحظ أن مكتوب Arabic، وبمعنى أن هذا الفيلم لنحمله بالعربية. نضغط هنا على Arabic إخواني، ثم نضغط على download Arabic subtitle. هكذا أنا حملته من قبل. حملته من قبل، نضعه في مكان ما. الآن هذا هو فايل الترجمة. ثم نذهب إلى الفيلم الذي نريد ترجمته، نضغط عليه. أنا هنا إخواني أشاهد الأفلام أونلاين. تابعوني على صفحاتي في الفيسبوك، وشاركوني في اليوتيوب لكي يأتيكم المزيد من الشروحات عن كيفية مشاهدة الأفلام أونلاين. هكذا إخواني نلاحظ الفيلم غير مترجم. لاحظوا معي هكذا. هكذا الفيلم غير مترجم. ثم نضغط هنا على مقطوعة الترجمة. نفتح الملف الذي حملناه من موقعنا. هكذا نضغط عليه، ثم نضغط على ouvrir. هكذا إخواني الكرام نلاحظ أن نجحنا في ترجمة هذا الفيلم. هكذا نكون قد انتهينا اليوم. نرجو أن يكون قد نال إعجابكم هذا الشرح. وللمزيد تابعوني، للمزيد من الشروحات تابعوني على صفحتي على الفيسبوك، التي سوف أضعها أسفل هذا الفيديو مع موقع ترجمة الأفلام. ندعكم في أمان الله. بيس، إلى اللقاء.